اهلا وسهلا حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكه اللي هي رائعه جديده. يا سلام يا سلام. مع واحد الكاناج او لاصوص اللي غادي نسقيو بها هاد الكيكه هذه، وكتبدل لها المذاق، كتجي رائعه وجديده كما كتشوفوا معايا. شوفوا لاصوص كي كتجي هابطه، كتجي لذيذه رائعه، ما غاديش تشبعوا منها. نتمنى انكم تجربوها. كما كتشوفوا معايا هنايا قطعت واحد المورسو باش تشوفوها كي كتجي هشيشه وكتجي بحال البونج على هذا الشكل هذا. مذاقها رائع يا سلام، ما غاديش تشبعوا منها، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو حبيباتي في المقادير 5 ديال البيضات اللي هما متوسط الحجم، ولا كانوا كبار غادي نستعنوا غير ب4 ديال البيضات اللي انا خرجتهم من الثلاجه وخليتهم في درجه حراره المطبخ، واكيد غسلتهم. غادي نديرهم في هذا البول هذا، وغادي نزيد عليهم سكر سنيده. زدت البيضه الرابعه وغادي نزيد البيضه الخامسه. غادي نزيد كاس ونص ديال السكر سنيده، وغادي نضرب بالضرب الكهربائي مزيان حتى كيضاعف لنا هذا الخليط هذا وكيتغير اللون ديالو على شكل بغينا نحضروها يعني اسفنجيه بحال البونج، يعني غادي نحضروها بحال لا جينواز. غادي نبقى نزيد الزيت تدريجيا ونقص بالسرعه ديال الباطور واحد شويه حتى كنكمل الكاس ديال العنبه ديال الزيت. هاد الكيكه هذه كتجي اسفنجيه وكتجي عاليه، كتجي العلو ديالها يعني ما كتهبطش. هنا غادي نستعن غير بالضرب اليدوي، غادي نقلع الضرب الكهربائي وغادي نزيد باقي المقادير. غادي نزيد كاس ديال الحليب، تقدروا تعوضوه بكاس ديال العصير، وتقدروا تعوضوه بكاس ديال الماء مع قهوه سريعه الذوبان، لكم الاختيار. هنا غادي نبقى نزيد الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على واحد الخليط اللي يعني كيعطينا واحد الرقم 8 ملي كنكتبوه. غادي نوريكم القوام ديالو. هنا زدت 2 ساشيات ديال الخميره الكيماويه 8 غرام مع كاس ديال العنبه ديال الدقيق، وغادي نزيد 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي نزيد تقريبا 3، يعني انا هنايا درت 3 ديال المعالق ديال الكاكاو، درت 2 ومن بعد ما عطانيش واحد اللون اللي انا بغيتو وزدت الثالثه. انا زدت الكاس الثاني ديال الدقيق وكنزيدو تدريجيا. وهنا خلطت معلقه ديال الكاكاو مع باقي الدقيق اللي كان عندي في الكاس. كتشوفوني هنا كنكتب رقم 8 وما كيعطيهنيش. هنا غادي نستعن باش نزيد الدقيق، زدت هنايا تقريبا نصف كاس ديال العنبه، يعني دخلوني هنايا في هذا القوام هذا 2 كيسان ونص ديال العنبه. عندي هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده والدقيق، تقدروا تدهنوا غير بالزيت والدقيق. وغادي نخوي فيه الخليط. من بعد ما نكون شعلت الفران على 150 درجه وخليته يسخن مزيان واحد درجه الحراره، يعني واخا نشعلو على 200 درجه نخليه يسخن اولا 250 درجه نخليه يسخن مزيان، ومن بعد نقصلو نخليه على 150 درجه وندخل هاد الكيكه للفران ونخليها طيب على خاطرها، وما نحلش نهائيا على الفران باش ما تفشليش الكيكه حتى كتفوت واحد المده نتاع 45 دقيقه او 40 دقيقه عاد كنقدروا نحلو على الفران. الا حلينا على الفران كما قلت لكم حبيباتي، الا كنا يلا دخلنا الكيكه للفران وحلينا عليها راه ما غاديش يعني ما غاديش تعطينا هاد النتيجه هذه.
ضروري نخليوها واحد المده اللي هي 40 دقيقه اولا نصف ساعه حتى كتبدا يتشمي الريحه ديالها من الفران. عاد تحلي عليها الفران، تنقصي عليها على نار هادئه الا كان فرن ديال الغاز، ولا كان فران ديال الضو غديري لها 150 درجه. فران ديال الغاز غادي تنقصي عليها وتخليها طيب على خاطرها. هنايا درت معكم واحد الكاناج اللي سقيت به هاد الكيكه هادي. درت 100 غرام ديال الشوكولا السوداء و100 غرام ديال لا كريم فريش، وجاتني واحد الكميه اللي هي كثيره. نتوما من الاحسن انكم ديروا 50 غرام شوكولا و50 غرام لا كريم فريش. انا استعملت هنايا غير كالا، ما استعملتش يعني شوكولا غيش. وخويت هذاك الصوص اللي بقى لي خويته في الوسط، وزوقتها بهذا التوت الاسود التوت الاحمر، وعطاتني هاد النتيجه هذه. كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وهذه هي الكيكه ديالنا، كتجي على هذا القوام هذا وعلى هذا الشكل هذا. كتجي اسفنجيه وكتجي دايره كالبونج، تجي معلكه لذيذه رائعه رائعه في المذاق. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، ونتمنى انكم تبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم والى فيديو جديد ان شاء الله.